أمهاتنا وخالاتنا حبيباتنا والناس اللي تحب السمك والمأكولات البحرية، اليوم راح نسوي مطبق سمك وربيان. أكلة سهلة وبسيطة وما بيها أي سوالف فستوقية، أسهل وأطيب من هواية أكلات، ومتأكد لو أنتم من محبين الأكلات البحرية راح تعشقون هاي الطريقة. بس قبل لا نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نوي، لا تنسون تشتركون بالقناة ولايك وشير إذا عجبكم الفيديو. وعلى مود نسوي أكلتنا، أول شغلة يحتاجها التمن. أنا هنا استعملت التمن البزمتي، بس أنتوا أبد لا تتحددون نوعية تمن معينة، استعملوا التمن اللي يعجبكم. أخذت من عندك كوبين، وأكيد أنتوا تقدرون تكثرون وتقللون من الكمية. والنقع بمي الحار مدة ربع ساعة أو نص ساعة، وتقدرون تغيرون مية مرة أو مرتين. وبين ما ينقع التمن نسوي الخلطة مالت المطبق مالتنا. تجيب هنا كشمش منشف. كشمش منشف شنو هو؟ عنب منشف لو كشمش، وننقع بالمي. أنا استعملت هنا 75 غرام ونقعتها لمدة ربع ساعة. هسه نجيب طاوة ونخلي بيها زيت، وقبل لا يحمى الزيت نخلي 3 رؤوس بصل مقطع بهالطريقة. أكرر، لما نخلي البصل لازم يكون الزيت بعده مو كلش حار عنود لا يحترق بسرعة وتصير بيه طعمة مرورة. هسه نخلي له ملح حسب الرغبة، وفلفل أسود وكمون وكاري وكركم. نقلبهم كل زين، وبعدها نجيب الكشمش مالتنا اللي نقعناه نضيفه فوقها. فوقهم كاسة شبنت مليانة، ونقلبهم كم تقليبة مدة دقيقة أو دقيقتين، وهيك نخليه بصحن على صفحة. وهسه على مود نسوي التمن مالتنا، نصفي التمن من المي، نجيب جدر ونخلي بيه زيت وفوقها شوية شعرية أو هواية، نقليه لحد ما يصير لون الشعرية ذهبي. بس نقليه أهم شي على راحتنا على مود لا تحترق، لحد ما يصير لونها ذهبي بهالشكل. هسه بس الشعرية صارت ذهبية، نخلي فوقهم الباقيلا الخضرة حسب الرغبة، ونخلي فوقهم كاسة شبنت، ونعطيهم كتقليبة أقل من دقيقة. بس نقلبهم هيك شوية سوية، وفوقهم نضيف التمن، ونرجع نخلي نفس البهارات اللي استعملناها بالبداية، كاري وكركم وكمون وفلفل أسود وملح حسب الرغبة. نقلبه شوية ونضيف فوقها المي، وعلى مود تعرفوا ايش قد تخلي المي يطلع سنتين فوق التمن بالضبط، مثل هالشكل. نخليه ينطبخ كل زين، وبس يتبخر المي شوية نغطيه بالغبغ، نخليه فترة على نار هادية، ونرجع نفحصه ورا كم دقيقة. وبس نشوف الظروف نفس الظروف اللي كان نبقبقا نشوفوها بعد ما تبقبق، يعني هذا المي يتبخر تماما، نعطيه كم تقليبة. وبعدها نجيب التاتشينة مالتنا اللي سويناها نخليها فوقها، ونص النار على أقل شي على مود يتهدر التمن. هسه وصلنا لأبطال الفيلم، وأنا استعملت هنا سمك اللاكس، بس انتو إذا ما متوفر عندكم تقدرون تستعملون أي نوعية سمك موجودة عندكم. وعلى مود مبهرة أنا راح أستعمل بهارات بسيطة، خليت بس كاري وملح وفلفل أسود ومبهرة، وأكيد أنا بهرته وبهرت الميز. شوفوا الميز انترس حتى للجيران وصل. وندلكن هيجي كل الزين على مود توزع البهارات بكل المكانات، ونشيل ونخليهن على صفحة. يلا حبيبي نظف، يلا أكو واحد يجي بهر الميز صارت ريحته كاري وكركم. هسه نجيب الطباخ مالتنا، عافية طباخ كسة، جيب الطباخ وود الطباخ، خلي طاوة بيها زيت، الزيت أهم شي نحمي كل زين، وبعدين ننص النار. هسه نخلي سمكاتنا بالزيت، وأهم شي أول ما نخليها بالزيت نخليها من صفحة الجلد، ونخليهن يتقلن على راحتهن، وبس نشوف الجلد مالتهن تقسب من جوا وتكرمش نقلبهن. وعلى مود الجلد مالتهن يتقسب ويصير مثل الشبس، ناخذ من الزيت ونخلي فوقها، ناخذ من الزيت ونخلي فوقها، وهيجي سمكاتنا خلصن. يا اخوان ما اشرح لكم على الشكل والطعم، وبصراحة سمك اللاكس كلش يرهم ويا هاي الاكلة. هسه نجي للبطل الثاني، هنا الربيان بهرته بنفس البهارات اللي بهرت بيها السمك، وشوية اعشاب مجففة، خلي له شوية ملح ونقلبه دقيقتين. وها هي الربيان ما يحتاج فترة طويلة للطبخ، وبس يستوي نشيله هو وبحابيشه ودهنه وبهاراته ونخليه فوق التمن. وهيك أكلتنا خلصت. نخلي لها شوية ديكور، أنا والله ما أدري إلمن خليت هاي الديكور، ما شايف واحد يخلي ديكور بالجدر هاي على مود التصوير. المهم نجيب لنا صحن ونخلي بيه من التمن مالتنا اللي سويناه المطبق، ونخلي من هاي سمكاتنا الحلوة وشوية من الربيان وجاب الديكور مالت يخلي بالصحن. وهاي أكلتنا خلصت، ويعطيكم ألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسووا لايك وشير وتشتركون بالصفحة والقناة. كان معكم الشيف نوي، واستوى ما يستوي.